دم، واحنا جوه كده في الحته بتاعت بيتهم الصغير. خلاص لقيتها قاعده بتعيط عيط جامد، قاعده تقول المواسير نزلت عليا ودمي وعيت جامد عيط جامد. رحت انا بقى طبطبت عليها وقلت لها ما تزعليش يا شهد. لقيت ستها قالت لها اقعدي بره في الشمس يا شهد وحطي مخده تحت منك وعشان برضه ماليش علاقه بالكلام ده انا اصلا. طلعت فوق يعني حضرتك؟ انت شفت ازاي يابا؟ فوق بنتي لقيتها نايمه كده بالطول، لقيتها نايمه بالطول كده وحاطه ايديها عامله ايديها كده، ولقيت الموبايل في ايديها ولقيت ايديها الجنب الثاني فيها المرايه. يعني انت كنت تحت؟ احنا كنا تحت. ودورت على بنتك ما لقيتهاش؟ ما طلعتش بنتي. لما انا دخلت الاول البيت اللي حصل انا كنت رحت انا وبنتي المرحومه طب اتفضل وانا واجب على فاطمه لزياره لاهل خطيبها محمود. وقعدت يومين مش كده؟ لا هو اليوم واليوم اللي هو قعدت يوم واليوم الثاني واليوم اللي هي توفت فيه. ويوم الواقعه انا بصيت على بنتي يا فاطمه ما لقيتهاش. ايوه. فقعدنا ندور عليها. ايوه. وطلعت فوق في الدور الثاني لما محمود هو الاول. محمود ما انا قلت اما احكي لسعادتك اهو. لما لقيت ما طلعتش بنتي لقيت ام محمود. احكي بقى لحضرتك. لقيت ام محمود بتقول لي لما اجى واحد نادى على محمود لقيت امه بتقول لي تخشي يا ام خليل خبطي على محمود صحي يقولوا له واحد بيندى عليك. ده مين بقى؟ ده انا ما اعرفش. المهم بخبط على محمود عشان صحي اقول له خشي واحد بيندى عليك. راح هو قام طلع من الاوضه. رحت انا قلت اما اخش اشوف بنتي لقيت حضرتك البطاطين ملفوفه اكن حد نايم. انا فكرت بنتي بطه نايمه. خلاص المهم طلعت كده ببص لقيت شهد بتدور ولقيت ام محمود يا بطه يا بطه ولقيت شهد بتقول يا بطه. المهم بقول يا محمود يا محمود. مفيش دقيقه لقيت محمود بيقول يا بطه يا بطه. مفيش ثواني بيقول لي نزل لقيته بيقول لي اما بطه ماتت بطه ماتت. مفيش ثواني حضرتك. عارف منين اللي بطه ماتت في الدقيقه ديت؟ المهم بقى لقيته بيعمل كده وانا طلعت قلت له ازاي بطه ماتت ازاي بطه ماتت؟ بيقول لي ما حدش يقرب يجي جنبها لغايه ما يجي النيابه تحقق. رحت انا زقيته كده قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ رحت انا وهو ماشي حضرتك من ناحيه واجبه الباب قعد يعمل كده ما حدش يقرب. يعني هي بنتك ماتت فوق ولا تحت؟ انا ما اعرفش هي ماتت فين. هو بقول لك حضرتك وهو عمل لقيتها ميته فين؟ لقيتها فوق. انا لما كانت لقيتها فوق في الشقه. انا قعدت ندور وبعدين محمود طلع فوق في الشقه اللي فوق ونزل قال لفاطمه ماتت. انا طلعت شفتها لقيتها ايه بقى؟ لقيتها نايمه على كده اهو في الخده. لقيت دماغها محطوطه على المخده ولقيتها نايمه بالطول كده اهو. نايمه على بطنها ولا ظهرها؟ لا على ظهرها. ولقيت ايدها اليمين فيها الموبايل مقفول عليه. لقيتها نايمه متمدده على مرتبه ولا على الارض؟ اللي هي مخده طويله كده رفيعه بس دماغها هي اللي عليها لكن جسمها كله على الارض. على الارض وايدها فيها ايدها اليمين فيها الموبايل وايد اللي جنبها فيها المرايه. المرايه وكان مشط باين لا مش مرايه صغيره كانت بتاعتها. ولقيتها متوفيه. ولقيت المنظر الشكل بعد اللبسه ولقيت البندله والطرحه واقعين فوق دماغها. ولقيت وشها ده اكنه وارم واكن فيه نقط زي دم كده. ولقيت وشها شكل وارم كانه فيه نقط دم. وسنها سنتها الاثنين دول اللي باينين اكن فيه نقطتين دم صغيرين. وده اللي انا شفته. ايوه يا استاذ. هل خرجت شهد اللي هي ليلى والشهيره بشهد مع بنتك الاثنين مع بعض؟ طالعين الاثنين مع بعض. الوقت اللي استغرقوه في الرجوع او اللي حد فيهم رجع قد ايه؟ الشهد اجت بعدها بساعه كده او 3/4 ساعه يعني بتاع ساعه. هل رجعت شهد اللي هي ليلى الشهيره بشهد هل رجعت لوحدها ولا بنت كانت معاها؟ لا لوحدها شهد. لما طلعت فوق وشفت بنتك المتوفيه رحمه الله عليها، هل شاهدتي اي اثار لطين او روث مواشي او اي حاجه على ملابسها؟ لا انا ما شفتش حاجه لما حضرت وكيل النيابه اما حضرنا عنده وورينا على الموبايل بتاعه. هل شاهدتي طرحه ملفوفه حوالين رقبه ابنتك؟ لا انا شفت البندانه وشفت الطرحه بتوعها واقعين ورا الارض وهي نايمه عامله كده. هل تعلمي انه كان في خلاف بين المرحومه وليلى الشهيره بشهد؟ شكل مع بعض؟ لا ما كان في مشاكل. ده هي كانت بتغير بس على خالها محمود وبطه كانت بتزعل وتتضايق من كده. كانت على طول كل ما يبقى محمود عندنا شهد على طول هي اللي بتقعد ترن عليه. بطه بنتي كانت بتتضايق من الاتصالات دي كل شويه. انا ليه قلت كده يا مبشر؟ لان ورد تحت اطلاق النيابه العامه ان هي قالت ان كان في
مشاكل ما بين ليلى الشهيره بشهد وانت حضرتك، وحصلت اكتر من ماشي يا كده. استاذ. سؤال الأخير مع اتفضل يا المستشار. استاذ. ما سبب الخلاف بين محمود وفاطمه عندما ذهبا معا لشراء الصخور ليلى الحدوث لا الواقعه؟ انا ما اعرفش بقى لما هو جه وحاول يعتذر لها ويتاسف لها هو ويبوس على دماغها، دخل صالحها ولا ما تزعلش في حاجه على بس انت الشيء. كنت تعرف سبب المشاكل دي لا ولا ما ما كنتش تعرفش؟ اعرف. انت بتمر خصوم يا ست. بس اخر سؤال معلش، اخر سؤال بعد اذنك، اخر سؤال. بص حضرتك، انت دلوقتي لما جت المباحث وخدت كل الموجودين في البيت، كنت موجوده؟ لما جت المباحث خدت مين؟ اخدتنا كلنا. كلكم بما فيهم دعاء؟ لا ودعاء كانت معانا، ما مش بس الا ابو يعني شهد. الكل اتفق. مش الا المرأة ابو كانت شهد. يوم كام؟ يوم الوفاه. ايوه. يعني معنى كده مع المشوار، معنى كده ان المتهمه كانت من يوم 22 موجوده في حوزه المباحث. ابو شهد هو اللي كان مع ابو خليل واقفين تحت البيت. يعني كلكم اتخذتوا اه. بما فيهم دعاء المتهم. امضي يا ست. لسه في سؤال معاك يا ريس. اتفضل يا استاذ. هناك عدة أشخاص قالوا حضرتك بنفس النص كده ما تتهميش حد وقولي إن البنت منتحرة أو لا بنت الكلام طبيعية. ده مش معايا انا، قالوا مين؟ ده قال ابوها مش هي، قال لي انا الكلام ده. تعرفي اسم الأشخاص دي؟ لا ابو خليل قال نجلاء اللي قالت لي. امضي يا ست. اللي هي والدة شهد. اللي هي والدة صبرية. شهد. امضي يا ست. ما تتفضل.